السلام عليكم، ازيكم؟ انا فاطمة ابراهيم. هنعمل النهاردة سمك مقلي بس بسر بيخليه رهيب. تعالوا نشوف الطريقة ونشوف التكة بتاعتي وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنجهز الاول تتبيلة السمك. هنحط راس توم مفرومة ناعم قوي، وهنحط عليها فلفلاية رومي او ممكن نحط برضو قرن فلفل حامي كده بيبقى حلو جدا مع السمك. وهنحط معلقتين كبار كزبرة خضرا مفرومة، وهنحط ملح وكمون، شوية كمون حلوين كده، وهنحط معلقة صغيرة كزبرة ناشفة وشوية بابريكا. البابريكا برضو حلوة جدا في تتبيلة السمك. وهنحط عصير ليمون. انا عن نفسي بحب الليمون يكون كتير في السمك، هو اللي بيديله كده طعم حلو. هنقلب بقى الخلطة بتاعتنا دي كويس جدا ونبدأ نتبل بيها السمك. السمك النهاردة انا هستعمله بولتي. اهم حاجة في السمك ان احنا ننضفه كويس جدا علشان ما يبقاش فيه زفارة خالص. ندعك كده سلسلة السمك بالشكل ده وعند الراس، والحاجات اللي في الجنب دي ممكن ندعكها كويس جدا بملح وقشر ليمونة كده، ندعك بيها السمك ونسيبه حوالي ربع ساعة، وبعد كده نرجع نشطفه وننشفه كويس قوي ونبدأ نتبله. برضو الزفارة في السمك لو اتشالت كويس ده بيخلي طعمه وريحته حلوين جدا في القلي. فممكن برضو نسيبه منقوع كده في الليمون بيظبطه حلو قوي. نتبل بقى السمكية بتاعتنا كويس من جوه ومن بره، ونسيبه بقى يتبل حوالي نص ساعة او ساعة علشان يشرب كده من الليمون والثوم والتوابل بتاعتنا. هنبدأ بقى نجهز دلوقتي الخلطة اللي احنا هنقليه فيها، والخلطة دي بتخلي طعمه حلو جدا من بره ومن جوه، وكمان بتخليه مقرمش قوي. هنحط في بولة كبيرة حوالي نص كوباية دقيق، وهنحط عليهم شوية ملح وشوية كمون وشوية بابريكا، وده علشان برضو ندي طعم للطبقة الخارجية للسمك بتبقى حلوة جدا. هنقلب كل ده مع الدقيق وننزل عليهم بشوية مية ساقعة. هنحط كده شوية مية وندوبها مع الدقيق لغاية ما نوصل لقوام تقيل شوية، هيبقى زي اللبن الرايب كده، ولا هو خفيف ولا تقيل قوي. القوام ده كده تمام قوي. نحط بقى السمكة بتاعتنا، بس هنخلي بطنها من قدام كده هي اللي احنا هنمسك منها السمك، ونبدأ كده نغطس السمكة بتاعتنا جوه الخلطة دي، وهنمسكه دايما من البطن، ما نخليش البطن لتحت خالص علشان الخليط ده ما يدخلش في البطن بتاعته ونضيع طعم التوابل بتاعتنا والخلطة اللي احنا حاشينه بيها. وننقل السمكة بتاعتنا لطبق تاني يكون فيه دقيق ناشف ونغلف بيه السمكة كويس قوي. نحط كده الدقيق عليه في كل حتة. هو بتلاقوا ان الدقيق بيبقى طري في الاول علشان الطبقة اللي تحتيه طرية، بس لما نقلبه كده على الناحيتين كويس هيبدأ يشرب الدقيق كويس قوي. وهنروح بعد كده على زيت سخن على النار، وهنحط فيه شريحة ليمونة كده كويسة، وهنحط فصين توم. فصين التوم دول انا اسماهم كده بالنص، وشريحة الليمونة برضو تبقى كبيرة كده شوية، بيدوا للزيت طعم وريحة تجنن. وننزل بقى فيهم بالسمك بتاعنا. اول دقيقتين النار بتبقى عالية شوية، بعد كده بنبدأ نهدي النار، وعلشان نقلبه لازم نقلبه من الفتحة دي بتاعة البطن علشان برضو التتبيلة اللي جواها ما تنزلش في الزيت. فنمسك كده من عند البطن ونلفه من الناحية التانية، وبرضو يبقى في ايدينا حاجتين ماسكين بيهم، علشان برضو ساعات ناس وهي بتقلي السمك بيقع كده في الزيت ويطرطش عليهم. فلازم يبقى في ايدينا حاجة فلات كده هي اللي ساندة السمكة بتاعتنا، وعشان واحنا بنقلبها تنزل عليها وما تسقطش كده في الزيت جامد ويطرطش علينا. بعد كده هنسيبه على الناحية التانية لغاية ما ياخد لون ذهبي كده وحلو. ممكن يحتاج تسوية 5 دقايق على كل جنب او لغاية ما يوصل للون ده. برضو واحنا بنشيله لازم نشيله من الفتحة دي علشان ما يطرطش. النقطة دي مهمة جدا، ما ننزلهاش لتحت علشان الخلطة ما تقعش في الزيت، وفي نفس الوقت ما تفرقعش علينا من الزيت. ريحته وطعمه بقى بيبقوا حلوين جدا. ان شاء الله تجربوه بالطريقة دي ويعجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوله لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب. شكرا.